حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة بكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني لجورج، وعامل أغاني فيها القصار. كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي انت الشركه اليوتيوب مش هيوافق لك على الاغاني القديمه اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا احنا عملنا قناه جديده عملتها الشركه. بكان القديمه عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لان لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة وكان لحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري في الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس. فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. تخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخدت يعني ممكن الموضوع يعني وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات. فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل، أو في الوقت إن أنا أقدر إيه أكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87. جبت المتسابق الأول للفيديو. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأة الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة. دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل طبعا. فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن. فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا. الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش. فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا. كان فيها شوية فنانين محترفين.
فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، يا رب تكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب له كل تحياتي طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية في هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل له عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معروفة بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة دي أول عمل، والثاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة مكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني لجورج وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا احنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة بقناة القديمة. عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة بكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني ما وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات. فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل أو في الوقت إن أنا أقدر يكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت
قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للبي. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأة الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا كل شيء على فيديو نزل طبعا، فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن، فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش، فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، يا رب تكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياته طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. طبعا في إجراءات قانونية هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله أن يعملوا عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معاكم بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة دي أول عمل، والثاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بتفائل بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة بكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل
أغنية أغاني قديمة طبعا، كنت أنا عامل فيها أغاني لجورج، وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا إحنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة. القناة القديمة عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة وكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري في الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات، فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل أو في الوقت إن أنا أقدر إيه أكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للبرميسيو. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأة الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل طبعا، فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن. فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش، فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة
بتكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، يا رب تكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في الجورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياتي طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل، بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية في هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل له عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معروفة بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك فيها كليب، تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة دي أول عمل، والتاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة مكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني لجورج، وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا إحنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة بقناة القديمة. عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة بكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. تخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات، فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل أو في الوقت إن أنا أقدر إيه أكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديكم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للفيديو. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأت الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه.
عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بيك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا كل شيء على فيديو نزل طبعا، فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة نقطة السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن، فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية، وكانت يعني الصباح السبت كان كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش، فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، وتكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياته طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معاكم بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك هي كليب، تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة دي أول عمل، والتاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بتفائل بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة بكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني الجورج، وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على
الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا إحنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة. القناة القديمة عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة وكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري في الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني ما وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات، فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل أو في الوقت إن أنا أقدر إيه أكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا فعمل قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للبرميسيو. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأت الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل طبعا. فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن. فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش. فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، وتكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات.
اللي هي نزلت في الجورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضه كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياته طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل، بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية في هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل له عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمع كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معروفة بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية، الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة، دي أول عمل. والتاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة مكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني لجورج، وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا احنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة بقناة القديمة. عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة بكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات. فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل، أو في الوقت إن أنا أقدر يكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديكم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للفيديو. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأت الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل لي طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري،
كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل طبعا، فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن، فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية، وكانت يعني الصباح السبت كان كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش، فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله هنسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، وتكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياته طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معاكم بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة أول عمل، والثاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بتكلم بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة بكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني الجورج وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا احنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة بقناة القديمة. عملت طبعا
بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة مكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري في الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني ما وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات، فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل، أو في الوقت إن أنا أقدر إيه أكون بيه. فطبعا يعني لما دخلت على جيت في البداية لما اتعرفت على المنتجة هبة، طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا فعمل قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للبي. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأت الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل طبعا، فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن. فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش، فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب الفرح الجمهور ونحب الفرح المتابعين بإذن الله، رب تكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب برضك كان هو القائم
اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياتي طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل، بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية في هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل له عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معروفة بإذن الله إنكم أنتوا تخشوا على صفحة ميلاد المصري، تخشوا عليها الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك فيها كليب، تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة الأول عمل، والثاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة مكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني لجورج، وعامل أغاني فيها القصار، كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا احنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة بكم القديمة. عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة بكان الحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخذت يعني ممكن الموضوع يعني وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات، فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل أو في الوقت إن أنا أقدر يكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده. فطبعا أنا عرضت عليا قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للفيديو. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأت الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل لي طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل
طبعا فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضك كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن. فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا. الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش. فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا. كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس. وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، وتكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا، وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب، له كل تحياته طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. طبعا في إجراءات قانونية هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله أن نعمل عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمعوا كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معروفة بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك هي كليب، تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة دي أول عمل. والتاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بتكلم بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعين على الفيس، أحب أقول لكم يعني إن أنا عملت قناة على اليوتيوب جديدة بكان اللي هي بتاعة ميلاد المصري. فطبعا الشركة لغت كل القديم. قالت لي ما ينفعش يكون إنك أنت عامل أغنية أغاني قديمة. طبعا كنت أنا عامل فيها أغاني الجورج وعامل أغاني فيها القصار. كنت عامل 110 أغنية. فطبعا قالت لي أنت الشركة اليوتيوب مش هيوافق لك على الأغاني القديمة اللي هي ليس لها حقوق طبع ولا نشر. فطبعا احنا عملنا قناة جديدة عملتها الشركة القناة القديمة. عملت طبعا بدل ما ميلاد المصري عملت الفنان ميلاد المصري، لأن لو كتبت الحساب نفس القديم بيطلع ليه كذا حساب. فطبعا حبت تعمل حاجة جديدة
وكان لحساب القديم. فطبعا عملت كتبت الفنان ميلاد المصري في الصفحة الجديدة اللي بينزل عليها الأغاني الجديدة. فطبعا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني إخواتي ومتابعيني على الفيس، فطبعا يعني إيه أحب أقول يعني دعوتكم يا رب ودعمكم طبعا. فتخش على القناة الجديدة وتتابعوا كل جديد طبعا. وأنا برضك أحب يعني أقول لكم يعني إيه إني من فترة طويلة، أنا من 2003 أنا برضك كنت يعني قدمت في 2003. فطبعا لما قدمت في 2003 أخدت يعني ممكن الموضوع يعني وصل. كنت ساعتها في البداية كانوا يعني جيت أعمل حاجات، فطبعا كان لسه أيامها شطان وكده، فما كانش في الوقت إن أنا أقدر أكمل أو في الوقت إن أنا أقدر إيه أكون بيه. فطبعا يعني أنا دخلت على جيت في البداية أنا اتعرفت على المنتجة هبة. طبعا أصدرت إن هي قالت لي تقدم وكده، فطبعا أنا عرضت عليا فعمل قالت لي لازم تيجي على تعمل تغني أمام اللجنة وهي اللي تحكم وتديك كم في المية. طبعا أنا عملت أغنية قدامه طبعا. فطبعا أنا جبت 87، جبت المتسابق الأول للبرميسيون. فطبعا الحمد لله برضك المنتج نشأت الحسيني. فطبعا يعني حدد لي إن أنا أعمل أغنية وأمضي معاه عقد في الشركة. فطبعا عملنا أغنية أبو الشهامة، دي كانت أول عمل ليا طبعا. فبعد كده عملنا أغنية أنا بتفائل بك يا عمري، كانت فيها الفنانة بوسي طبعا. وأنا يعني نحن قدمنا طبعا وكل شيء على فيديو نزل طبعا، فما ينفعش ينزل على القناة القديمة، فنحن عملناها في الجديدة. فطبعا أنا برضه كنت عامل مسرحية فيها شوية محترفين ممثلين في جورجيا. فطبعا دي رحنا كنا ناخد الموافقة من مدير الأمن. فطبعا اترفعت الدعاية وكل شيء، بس الموافقة جت متأخرة لأن كانت 24/6/2023. فطبعا الحفلة اللي كنا هنعملوها في المسرح اللي هو في قاعة بيت السلطان. فطبعا الموافقة ما جاتش من مدير الأمن. فإحنا قدمنا طلب. فطبعا سكرتير مدير الأمن مش عارف قدم الطلب لمدير الأمن ولا لا، الله أعلم إن كان مدير الأمن عنده علم ولا لا. فطبعا الموافقة جت متأخرة شوية. وكانت يعني الصباح السبت كان كان صباح يعني يوم العرض بتاع المسرحية السبت والأحد والاثنين. فطبعا الموافقة ما جاتش، فطبعا اتأجل الموضوع. فالحفلة ما اتعملتش في جرجا، كان فيها شوية فنانين محترفين. فطبعا برضك يعني لسه في البداية إن شاء الله بإذن الله نسمع كل جديد بإذن الله. فطبعا بإذن الله يعني الأيام اللي جاية بإذن الله أحب يعني أقول يعني إن شاء الله بإذن الله نعمل عمل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني حاجة تكون يعني نحب نفرح الجمهور ونحب نفرح المتابعين بإذن الله، وتكون حاجة كويسة وترضي الجميع يا رب. طبعا برضك يعني كنا برضك رايحين حفلة في الإمارات اللي هي نزلت في جورنال الإماراتي طبعا وعلى قناة المحروسة الإعلامي حمدي دياب. برضك كان هو اللي جاي بالمسرح اللي هو بتاع أبو ظبي. فطبعا دي الحفلة كانت في من هناك إجراءات قانونية تبع المسرح مع العالي الإعلامي حمدي دياب.
له كل تحياتي طبعا. فبرضك يعني الموضوع برضك اتأجل عشان الناس بتسأل، بتقول حفلة دبي وحفلة الإمارات ما رحتلهاش وكده. فأنا حبيت أوضح يعني إن حفلة الإمارات دي كان فيها إجراءات قانونية طبعا. في طبعا في إجراءات قانونية في هناك في المسرح تبع الإعلامي حمدي دياب على جريدة المحروسة. فطبعا أتمنى بإذن الله نعمل له عمل كويس بإذن الله، والأيام اللي جاية تسمع كل خير بإذن الله طبعا. وأحب يعني إن أنا دعوتكم معروفة بإذن الله إنكم تخشوا على صفحة ميلاد المصري الشعبية الفنان ميلاد المصري. فطبعا تظهر معك فيها كليب، تظهر معك أغنية بوستر اللي هي طبعا أبو الشهامة أول عمل، والثاني أغنية بإذن الله اللي هي الكليب اللي هينزل فيها اللي هو بيك يا عمري. وإن شاء الله بإذن الله الحاجات اللي جاية هتكون جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.